محمود بكر. يا ريت حد يجي يعدل لي الصوره لان الاضاءه وحشه قوي عندي هنا في المونيتور. يا ريت احمد برجاوي يبعت لي حد عشان الصوره مظلمه عندي. اهو جه اهو. لكن انا بستنتج اللعيبه لان الامور مش مظبوطه قدامي لغايه دلوقتي رغم انه جه. المعلق لما يكون مزنوق قدام المونيتور بيبقى اكنه متغمي عينه. مش ممكن. صفر عندي ايه الحكايه النهارده؟ كل واحد يجي يلعب في الصوره يهزها ويمشي. مش انت بتاع الصور، هات بتاع الصور. صوره مهزوزه هفضل اقول صوره مهزوزه لغايه لما تتصلح لان ده راس مالي. اذا كان احمد البرجاوي سامعني الصوره وحشه قدامي، كله سابني ومشى. مش ممكن. انا كنت متخيل لما اقول الصوره مهزوزه الدنيا كلها تتقلب وتجيلي، ما حدش سال عني لغايه دلوقتي وبرجاوي بيقول لي جاي لك. مش ممكن. هو الكابتن برجاوي جه بص في الشاشه كده وراح ماشي قال لي حاضر. وبرجاوي بيقول لي جاي لك. ولكن الشاشه برضو مش مظبوطه قدامي وبعدين بقى دمي تقيل كل شويه اقول الشاشه فانا مستني الشوط الاول لما يخلص. كنت في رقبه جده اللي كان الزيطه عليه كتير جدا قال لي لا الزيطه انا استاهلها واستاهل اكتر واقول له لغايه دلوقتي لغايه داخل دخله افريقيه حلوه. نفس العمليه السنويه في اسكندريه دي بتطلع افضل علماء كانوا في الخمسينات والستينات وادي الهدف الجميل صنع بركات. هتحتفل ب100 سنه على مرور هذه المدرسه. تخيلوا المدرسه ديت مدرسه عباسيه الثانويه في اسكندريه طلعت 3 رؤساء وزاره، الدكتور عبد العزيز حجازي، الدكتور عبد القادر حاتم، والدكتور ممدوح سالم. وطلعت وزراء كتير قوي، الدكتور مفيد شهاب وزير الدوله، والدكتور يوسف الجمل وزير التعليم السابق، واللي هو سيد فهمي وزير الداخليه، والدكتور جويلي كمان وزير التموين. الرياضيين بقى اللي انا افتكرهم السباح القرن عبد اللطيف ابو هيف، وبطل العالم في السلاح مصطفى زيان، وكابتن جيبه بقى والكابتن اغا وكابتن قاطو وكابتن فهمي جميعي وكابتن سمير قطب وانا اللي طلعت مفكرين كابتن استاذ توفيق حكيم، احمد رجب، يعني وحيد سيوفي الفنان، يعني المشير احمد بدوي، الفريق احمد فاضل. الكلام ده واخده بقى من المنسق اللي عامل هذا اليوم جلال عبد الجليل. كمان كانت المدارس يعني هتلاقي في كل المدارس، في مدارس كانت نمره 1 كده كان بيجي عليها الناس يقولوا عليهم الصميمه او كده، في مصر كده، وفي يعني مش هي الوحيده انما ده اللي بيذكرني بيه. بشوف ماتشنا المخرج بقى بينشن على واحد صاحبه ويدور عليه، احمد فوزي مسكها بطريقه الفراخ يعني عبطها كده، وعلى النادي الاهلي وياخد باله طالع فين الراجل ده ويلفها علاء ميهوب لبس القميص الاصفر لانه كان واقف لونه جاي بتروجيت. هنشوف بقى الناحيه الثانيه في محمدي ممدوح ولا اسامه نبيه اللي بيقوم على الخط ولابس نفس الفانيلا بتاعت فرقته. المدرب بتاعهم جاي عند الراجل اللي بيغير، عاوزين نشوف الرقم يا عم، مفيش فايده اهو. يا ساتر، الشرطه شتت اهو، كل سنه طيبين، الشتاء جه ولا لسه؟ ده لبس الامن المركزي هو اسود لوحده كده. يا ترى مين ده؟ ده من النادي الاهلي على فكره، ده سعيود. اخيرا بنجاح ساحق امير سعيود بيستعد عشان ينزل. يا سلام، بعد طول غياب امير سعيود. اللزقه ديت دي نوع من العلاج يعني ما اقدرش اشرحه. كان الدكتور حسام الابراشي دكتور المنتخب كان بيشرحوا لي اللزقه ديت من السبعينيات، كانت يعني اسمها ايه، ما نسيت اسمها حتى، انما اصبحت لزقه كده اهوت بتعالج كتير قوي من التمزقات. لما بتيجي التمزق يخلص وبعدين بتتحط بطريقه معينه وعلى عضله بطريقه معينه. وبمناسبه بقى الابراشي بنبارك له لزواج بنته، كان كل الرياضيين هناك الف مبروك. 80 دقيقه، تعرفوا 80 دقيقه يعني ايه؟ يعني 35 دقيقه من زمن الشوط الثاني. وهدف في اوفسايد، رافع الراجل سكران، في واحد لسه مغطي، طلع من الغطا اهو، طلع من الغطا بصلعت او بقرعه سمنه تطلع كوره بره الملعب ضربه ركني. بيستعجب يقول الحكم انا اتزقيت ولا ايه؟ والله انت حر، هو يرد عليك. تلاقي الجمعه بخبرته
يقطع الكوره وواحد يقول لي بتضحك عليه، اقول له ما اعرفش. محمود بكر اللي هو مش انا، محمود بكر هو انا، محمود بكر هو انا. انا بقول اي كلام، اي كلام. محمود بكر بجيب لعيب بتاعه احسن،